جولة تالتة وجولة أخيرة قبل ما يبتدي الانترناشونال بريك، وماتشات مثيرة جدا. جولة كانت مليانة بالمتعة. شفنا أرسنال وبرايتون، على الناحية التانية سيتي في مباراة كانت جميلة جدا أمام ويست هام، لكن الرد بتاع هالاند كان مختلف. وطبعا ليفربول اللي يكتسح ويهين مانشستر يونايتد في الأولد ترافورد، وبرشلونة بفوز كبير جدا ومعنوي جدا ومهم جدا بنتيجة 7-0. كيليان امبابي اللي يرجع يشتغل مع ريال مدريد عشان يسجل هدفين في مباراة فوز ريال مدريد، والميلان اللي يتعثر أمام لاتسيو بنتيجة 2-2، والانتر اللي ماشي في طريقه ثابت من السنه اللي فاتت بيفوز برباعيه. قبل ما تنسى تعمل لايك، تعمل سبسكرايب، تعمل شير، كومنت، ويلا بينا نبتدي باول ماتش. وكان ماتش بتاع ارسنال امام برايتون اللي تعادلوا بنتيجه 1-1. ماتش كان ممتع، ماتش شهد شوط اول بالنسبه لارسنال هو اللي كان مكتسح فيه لغايه ما يجي الشوط الثاني ونشوف برايتون كان مسيطر على اللقاء بشكل كبير. ارسنال استغل الضغط العالي وتقدم برايتون بشكل كبير عشان ساكا يضغط على دانك مدافع برايتون والكابتن بتاعهم علشان توصل الكرة لكاي هافرتس ويسجل هدف جميل جدا عشان ارسنال تتقدم في الشوط الاول لغايه ما يجي الشوط الثاني وتحصل المشكله وطرد ديكلان رايس اللي كان مثير جدا. يعني طرد انا شايف انها ما كانتش مستاهله طرد، ما كانتش مستاهله ان هو ياخد عليها انذار. يعني دي حاجه معروفه في الكوره، يعني كلاحه بتحصل في الكوره، ولو انت ناوي تديله هو انذار فيترتب عليه الطرد، فكنت تدي اللعيب الثاني برضو انذار. يعني لو اديت ده انذار كنت تدي ده انذار، انما هو اعتبر ان ديكلان رايس بيعطل اللاعب فاداله انذار. بس دي حركه بتحصل يعني، وكان وقت بدري جدا. الحكم قراراته كانت غريبه في الماتش، يعني كان في كذا قرار. ضربه جزاء بتاعت ارسنال، الفاولات ما كانتش بتتحسب. ديكلان رايس يعني اللي كنت تحس اللعيبه كانت مستقصداه، يعني ديكلان رايس في تدخل عمله ما كانش عنيف قوي وما كانش قصده يعني، او هو كان بيحاول ياخد الكوره بس جت في رجل اللعيب. فالحساب برايتون كلها كان هدفها نخلي اللعيب ده يطرد، لازم اللعيب ده يطلع بره الملعب. نجحوا في المهمه وطردوه بره الملعب، وقدروا بعدها برايتون ياخد الكوره عشان من اول دقيقه 50 بنشوف ارسنال بيدافع بس. نزل كالافيوري منها ليفت باك ومنها بيطلع وينج، معرفش ازاي كالافيوري هيعمل الدور ده، بس هو كان مأدي ماتش كويس كالافيوري. وشفنا ارسنال بيتراجع بكل لعيبته، بيقف ورا صفوف بيدافع. شفنا بعض الغلطات اللي ارتكبوها في الدفاع عشان جواو بيدرو يسجل هدف بعد ما الكوره ارتدت من رايا اللي صد حقيقه كور يعني رائعه. يعني الكوره كان نايم، الماتش كان مثير الصراحه. يعني اللي فاتوا الماتش فاتوا متعه كتيره، سواء الشوط الاول والشوط الثاني. يعني الشوط الاول ارسنال كانت عامله ماتش قوي جدا، الشوط الثاني برايتون كانت عامله ماتش قوي جدا. التعادل اعتقد كان مستحق، بس اللي ضايقني ان ارسنال ادركوا التعادل وهم خلاص اقتنعوا بالتعادل من بدري قوي، من الدقيقه 50 وهم اقتنعوا ان هم متعادلين. طب انت لو فريق عايز تنافس على الدوري، انت من الدقيقه 50 اتطرد منك لعيب وقمت منزل مدافع واقف ورا في الدفاع، برايتون ماسكك من الشوط الثاني كله انت بتابع المرتدات بس. وطبعا الهجمه المرتده اللي ضيعها كاي هافرتس بطريقه غريبه جدا، وعصام الشوالي اللي مقتنع ان هو مارتينيلي وانا عدتها 100 مره وهو كاي هافرتس. بغض النظر ان الكره دي كانت هتفرق جدا، بس ما انت برضه برايتون ضيعوا كور كانت هتفرق جدا. الكره اللي رايس صدها على مرتين، كذا كوره صدها على مرتين. ماتش كان قوي، تعادل مستحق. بس ارسنال الحته اللي لقيتني فيه ان هم قرروا ان هم الماتش لازم يخلص تعادل من بدري قوي. والسيتي يعني انا كل حلقه بطلع اقول نفس الجمله، بقول ما عنديش حاجه اقولها غير ان هالاند جاب هاتريك. يعني المباراه كان كويسه جدا. ويست هام كان مدربه الجديد كان شكل كويس. ادرسون بصراحه يعني كور عديده ادرسون كان متالق فيها بشكل كبير جدا. برضه فابيانسكي كان متالق في كور كتير. لكن في النهايه هالاند هو الخلاصه. يعني اللي يعملوه انتوا تعملوه في الاخر. هالاند هياخد الكرة وهو طالع عشان يسجل 3 اهداف هاتريك. يعني مفيش اجمل ولا احلى ولا اروع ولا امتع من اللي فعله هالاند في المباراة دي. والمباراة يعني لابس التيشيرت، وحقيقة كنت هلبس ليفربول بس قلت انا بقالي 3 حلقات، يعني دي الحلقة الثالثة بعلق الاتنين دول ورا بعض، مش لاقي نادي عمل حاجة عشان اعلق تيشيرته تاني. إيريك تنهاج لابد من اقالته. تصريحاته حتى بعد الماتش مستفزة. صلاح الاسيست الاول الرائع جدا عشان يسجله لويس دياز، والاسيست الثاني الرائع برضه عشان يسجله لويس دياز بوش الرجل، والهدف اللي يسجله ببراعه في الدقيقه. ليفربول الضغط العالي هو السلاح، هو ده الفرق اللي عايزه تكسب تلعب ضغط عالي. الضغط العالي ده سلاح رائع. طبعا الضغط العالي كان اغلبه في نص الملعب، 80% من الضغط العالي كان في نص الملعب. اللعب كله كان في نص الملعب. ماك اليستر وسوبوسلاي وجرافنبرش، الثلاثه دول تحفه. الثلاثه دول كيمستري بينهم رهيبه. جرافنبرش وانه بهدوء وبرواقه ينقل الكوره، ماك اليستر بضغطه العالي برغم ان هو قصير بس جسمه كويس، سوبوسلاي بالفن بتاعه وتحركاته وفتح المساحات للعيبه. الفريق قدر يظهر بشكل رائع. كازيميرو اللي كان كارثه. الضغط بتاع ليفربول عليك في نص الملعب كان قوي، فانت مش قادر تطلع ولا بكازيميرو ولا بكوبي ماينو، الاثنين كانوا على الله. كازيميرو كان لازم يطلع حد خبره شبه كازيميرو، بس غلطاته كل سنه كل ماتش بتزيد. الماتش الاول اشدت بيه جدا، الماتش الثاني اشدت بيه
بشويه وقلت كازيميرو عمل بعض الغلطات بس ستيل كان كويس. الماتش ده لا، كازيميرو كان وحش جدا جدا. اللي غاظني اكتر ان هو بيستلم الكوره في الجون التاني هو بيبص وراه وجنبه بيعمل سكان للملعب. طب انت واحد المفروض بتعمل سكان للملعب، استلمت الكوره ومشيت بالبطء ده برضو؟ ما هو ما تقنعنيش ان انت لويس دياس شايفه بيجري من وراك ولا كان سابوسلاي وانت مش شايفه. ده مش منطق. هجوميا اليونايتد كان في بعض اللقطات كان كويس، وهي دي الحاجه الغريبه، يعني هم هجوميا كويسين، دفاع ما فيش. اليونايتد في اي كوره في اي هجمه كانت بتحصل بتلاقي اللعيبه بتتمشى. باشا في هجمه، في حاله دفاعيه المفروض نعملها، في ارتداد، في بطيخه هتحصل دلوقتي علينا، لا لا لا، حد يلحق. ليفربول وارني سلوت اللي يعني 3 ماتشات يسجل 7 اهداف وزيرو استقبال للاجوان. ارن سلوت اللي ناس كتير شككت فيه لكن حتى الان الراجل ناجح، حتى الان الراجل مستوى ليفربول تحس ان هو بالعكس ده اتحسن عن اخر سنه مع يورجن كلوب. صلاح بقى لعيب شامل، صلاح بقى هو محور ليفربول كتير جدا. شفنا بيصنع الهدفين، الخطوره كلها من عند صلاح، الهدف جاء من عند صلاح. شوف صلاح لعيبه تونس بتقفل عليه بالثلاث والاربع لعيبه، بيعدي في الاخر وبيبازي وبيجيب جون وبيعمل كل حاجه. وبرشلونه، ندخل على برشلونه ونطبل بقى شويه لبرشلونه. جماهير برشلونه اللي بقى لها ماتشين متنكده 7-0 قدام بلد الوليد، نتيجه يعني خرافيه. مباراه بنتيجه 7-0، يعني هانز فليك يعني كان متضايق. معايا توك توك نفسي اجيب له موتور، معايا توك توك عايز اقلبه حنطور. يعني مش عارف الراجل ده محتاج ايه تاني. 7-0 فوز كبير جدا، فوز مهم، فوز معنوي لاقصى الحدود لعيبه برشلونه، يرجع الروح لعيبه برشلونه. لعيبه برشلونه اللي غير كانت تقدر تجيب جوان اكتر كمان، يعني كذا كوره كانت بتيجي في العارضه، كوره اللي مثلا اولمو شاطها ردت ليفاندوسكي، شاطها جت في العارضه ردت لاولمو شاطها، العارضه كانت برضه عامله شويه شغل. يعني لعيبه برشلونه رافينيا هاتريك، يعني تحس من لما تقول لحد رافينيا هاتريك تحس ان هو كانه اللي هو اخد دوري ابطال اوروبا برافينيا هاتريك، اللي هو انجاز ان رافينيا جاب هاتريك. انا من 5 دقايق بس كنت بعاملكم بالرفق واللين والهوادة والمحبة والأبوة. اولمو اللي شغال شغل عالي من ساعه ما وصل، تاني ماتش ليه سجل تاني جون ليه. اولمو كنز كبير، اولمو لعيب كبير، يعني ما اعرفش ازاي كان طول الفتره اللي فاتت دي كان في لايبزيج ما حدش فكر فيه ولا حد فكر يجيبه. بعد اليورو طبعا برشلونه قدر يحصل على خدمات هذا اللعيب. يعني برشلونه ما ابتدوا التسجيل من اول الدقيقه 10، يعني لما جه الجون الاوفسايد قاموا بعدها 10 دقائق جون. الواحد ربك هو الواحد، 2 يا الحسن يا الحسين، 3 بالله العظيم ما جاينا تاني، 4 صحبتنا حلوه مربعه، 5 عدد صوابع الكف، 6 شوف فتح مطر، 7 بعد الرجال بعدها باربع 3 دقايق جون. بعدها فضلوا بقى كده لغايه الدقيقه 85 اخر جون كان سجله فيران توريس. فوز يعني مبروك للبرشلونيه، فرحانين فرحه غير عاديه. اداء كان كويس جدا برشلونه. طبعا بلد الوليد اللي تعادل مع ريال مدريد، وعشان نخش على ريال مدريد اللي كيليان امبابي يشتغل، كيليان امبابي يعود من جديد ويسجل هدفين في فوز مهم جدا لريال مدريد. امبابي يعني اللي كان طلع اشاعات ان في مشكله بينه وبين فينيسيوس، وانا بصراحه كنت مقتنع بالموضوع ده، لكن انشيلوتي بيقول لا، وده يعني حتى لو هو بيكذب فده طبيعي لان هو لازم يحافظ على فرقته. بس اكيد لا نتمنى ان يبقى في بينهم خلافات. امبابي يسجل هدفين عشان يعلن وصوله الى ريال مدريد، يعلن وصوله الى ملعب البرنابيو بعد مباراتين ما كانش عارف يسجل فيهم، عشان يقدر يسجل في الثالثه هدفين عشان يعوض اللي عمله. فيبقى كده 3 ماتشات يسجل منهم جونين. والختام وهو اي سي ميلان اللي يتعادل امام لاتسيو، وخيبة امل كبيرة، يعني خيبة امل كبيرة جدا على هذه المباراة. طبعا الماتش اللي ابتدى الميلان يسجل بيه الهدف الاول عن طريق بافلوفيتش بعرضية، او هي كانت كورنر عملت من بولوزيتش، كانت كورنر رائعة الصراحة عشان يسجل الهدف بالدماغ، ولا اجمل ولا احلى. وافرح بقى من كانت الدقيقة 10 وخلاص، لغاية ما يفضل كده الاداء لحد ما يجي الجون التعادل بغلطة دفاعية بنفس الطريقة، ويجي الجون التاني برضه بغلطة دفاعية بنفس الطريقة، يجي الجون التاني وجون التعادل لميلان عن طريق رافائيل لياو بعد 1-2 هو وثيو هرنانديز وتامي ابراهام. المدرب اللي ابتدى التشكيله من غير ثيو هرنانديز من غير لياو، وبصراحه كنت فرحان ان هو عمل كده قرصة ودن، لان لياو بدأ يسوق فيها قوي هو وثيو هرنانديز، وشفنا لياو قاعد متضايق، وحتى قلت وقتها طز فيه وبراحته عشان ينزل بعدها. وشفنا لياو بجد اول ما نزل هو وثيو هرنانديز عملوا 1-2 ولا اجمل ولا اروع. الدفاعيه مفيش اول من اخر ليها،
خط النص يعني نفسي افهم ليه اسماعيل بن ناصر ما بيلعبش. واحد شبه تقل وحجم اسماعيل بن ناصر واهميه مركز اسماعيل بن ناصر في ميلان، ما فيش حد بيعمل دور اسماعيل بن ناصر في ميلان. ترينكاو كويس احسن من كالابريا شويه، لسه شاب وبيحاول، بس عندك مشاكل. بوليزيتش بالنسبه لي من ارجى اللعيبه اللي في ميلان دلوقتي، من احسن وارجى اللعيبه اللي موجوده في ميلان هو وريندرز وبوليزيتش، يعني مش عارفين يعملوا ايه تاني. وبس هي دي كانت كل حاجه، دي الحلقه. ننتظركم بعد الانترناشونال بريك وهنشوف، وهل برشلونه هيفوز بالدوري الاسباني السنه دي، وارسنال بعد ماتش برايتون هيقع ومش هيقوم تاني، وليفربول هل هو اقرب لحظ لقب الدوري الانجليزي. كل ده هنشوفه بعد الانترناشونال بريك والحلقه الرابعه من الجولات. سلام.